انت عارف ان في دوايين لو اتاخدوا مع بعض ممكن يؤدوا الى الوفاة فورا، وده الجزء العاشر من تدخلات دوائية لازم تخلي بالك منه. الدواء الاول وهو مضاد حيوي مشهور جدا اسمه كلاريثرومايسين، وده اغلبية ادوية وبروتوكولات علاج جرثومة المعدة بيكون موجود فيها. والدواء التاني هو موسع للشعب الهوائية، مادته السيوفيلين او مشهور باسم كبرون او مينوفيلين. معظم الناس اللي عندهم ازمة صدرية او ضيق في التنفس بياخدوه باستمرار. المشكلة الاتنين دول لما يتاخدوا مع بعض، الكلاسيد المضاد الحيوي بيخلي تركيز الكبرون يعلى جامد في الدم، وده بيسبب تشنجات وزيادة في ضربات القلب. ولو وصل التركيز لكل ملي في الدم ل 25 مايكرو جرام من المينوفيلين هيؤدي إلى الوفاة فورا. فلو رحت للدكتور وكتب لك علاج لجرثومة المعدة لازم تراجع معاه كل الأدوية اللي انت بتاخدها، خصوصا لو أدوية موسعة للشعب الهوائية زي المينوفيلين. أنا دكتور أحمد يسري، دكتور صيدلي، وما تنساش تعمل فولو.